أفراح الأهلي لا تزال مستمرة. أعلنت شركة فود زون، ودي شركة متخصصة في التسريبات، وجود الأهلي في فيفا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. أخوكم ميدو، بتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. أعلنت شركة فوت زون، دي شركة متخصصة في التسريبات، وجود الأهلي في فيفا القادمة. الشركة قالت إن التيفو وشعارات النادي الأهلي نزلت في لعبة فيفا، بس الفريق لسه ما تواجدش بشكل رسمي. فدي من ضمن المفاجآت والأفراح بتاعة النادي الأهلي. الخبر الثاني، مبدئيا الاتحاد الأفريقي قرر إعطاء كل الفرق المشاركة في السوبر ليج مبدئيا كل فرقة $1,000,000. مبدئيا كل فريق هيشارك في السوبر ليج الأفريقي هياخد $1,000,000 من أجل التدعيمات. نسكت كده؟ لا، ما نسكتش. كل الفرق اللي مشاركة في السوبر ليج هم الأهلي، الوداد، الترجي، سيمبا التنزاني، حورية كوناكري، بيترو اتلتيكو، ومازيمبي. كل الفرق دي مش هتلعب الادوار التمهيديه في حال صعودها لدوري الابطال السنه اللي جايه. كل الفرق دي هتشارك من دوري المجموعات مباشره، ودي فرحه جديده للنادي الاهلي. جوائز البطوله، الفايز هياخد $11,000,000، ودي اكبر جايزه موجوده داخل افريقيا في كل البطولات، سواء دوري ابطال اوروبا، افريقيا، الكونفدراليه، السوبر الافريقي. اي بطوله اتقامت داخل افريقيا كانت اكبر جايزه ليها وهي $4,000,000 لحامل لقب دوري ابطال افريقيا. انا شايف ان البطوله دي مهمه جدا للنادي الاهلي، مهمه جدا ان احنا نكون اول فريق يحصد بطولة السوبر ليج، ونكون أول فريق ياخد $11,000,000. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت إن حمدي فتحي هيغادر النادي الأهلي ويروح على قطر. طب آخر عرض الأهلي استقر عليه مع النادي القطري هو $3,000,000، وده مبدئيا هنقول مبلغ حلو في حمدي فتحي، مع وجود بند بأحقية النادي في حال رجوع اللاعب مصر مرة أخرى إنه يلعب في النادي الأهلي. بس فاجئنا رئيس نادي إنبي إن في بند في عقد حمدي فتحي بيقول إن نادي إنبي هيحصل على 20% من قيمة الصفقة. طيب نبسطها أكتر، نقول إن الأهلي هياخد $3,000,000، هيدي نادي إنبي $600,000. يعني صفقة حمدي فتحي هتبقى $2,400,000، وده خلى اللاعب وخلى النادي يفكر كويس في الموضوع ويراجع نفسه، وتكون دي عقبة في ان حمدي فتحي يغادر النادي الاهلي، لان ده هيكون مبلغ ضعيف جدا في لاعب مهم جدا جدا في فريق النادي الاهلي. فيوتشر عاوز يشتري عقد ندفيد، وعايز يشتري عقد اللاعب مصطفى البدري. احنا قلنا قبل كده ان الاهلي شبه حسم صفقة بوبو، وان هيكون في صفقات تبادلية مع النادي الاهلي في ظل التعاون المشترك ما بين الفريقين. نادي فيوتشر عايز يشتري عقد كريم ندفيد، وعايز يشتري عقد مصطفى البدري قصاد ان هو يسيب للنادي الاهلي بوبو. تجديد حسين الشحات، حسين الشحات عاوز 15 مليون في السنه، يستحق. حسين الشحات ساب فلوس كتير عشان يجي النادي الاهلي بالدولار، فرط في فلوس كتير من اجل حبه للنادي الاهلي. الاهلي في تفاوض مع حسين الشحات
انه يخلي المبلغ من 12 ل 13 مليون. مش هي دي العقبه قصاد حسين الشحات او النادي الاهلي. قائد النادي الاهلي محمد الشناوي، وهو الفئه الاولى في اللاعبين المصريين. فالنادي الاهلي مع تجديد عقد حسين الشحات وارتفاع القيمه الماليه بتاعته، تلقائيا قرر رفع محمد الشناوي ليكون اكثر لاعب في الفريق حصولا على اموال في السنه من غير ما الشناوي يطلب. طبعا احنا عارفين ان الشناوي كان عنده عروض في الخليج، وكان عنده عرض قبل كده في ويجن الانجليزي، بس هو مكمل في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي تكريما لمحمد الشناوي هيكون في زياده وفي تجديد في عقده تلقائيا من غير ما يطلب. طبعا وزير الشباب والرياضه، طبعا احنا عارفين ان وزير الشباب والرياضه رفض التنفيذ والتدخل في قرار عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك. بالبلدي كده قال لك انا ماليش دعوه، ماليش فيه. ف مصطفى عبد الخالق وهاني شكري نجيب جرجس دول اعضاء في نادي الزمالك مع الدكتور عبد الله جورج وابراهيم سعيد عبد الغني، ورئيس اللجنه الاولمبيه والممثل القانوني للزمالك طعنوا على خدوا حكم على وزير الشباب والرياضه بتنفيذ الحكم على المستشار مرتضى منصور وعزله من النادي. وزير الشباب والرياضه مديريه الشباب والرياضه قرروا الطعن على هذا الحكم علشان هم مش عايزين ينفذوا القرار. قرروا الطعن امام المحكمه الاداريه العليا في الحكم الصادر من القضاء الاداري بالزام وزاره الشباب والرياضه بتنفيذ الحكم، وهو عزل المستشار مرتضى منصور بعد الحكم اللي هو قضاه بسبب سب وقذف الاسطوره محمود الخطيب. فقرروا وزاره الشباب ان هي تطعن على قرار تنفيذهم. انا مش فاهم القصه دي ماشيه ازاي. وزير الشباب الرياضه رفض التدخل في عزل المستشار وعمل انتخابات على المقاعد الشاغره في نادي الزمالك. مش فاهم ايه الاسباب. في حكم قضائي طلع بعزل المستشار مرتضى منصور، الطبيعي ان وزير الشباب والرياضه ينفذ الحكم، لكن هو بيحاول ما يخليش الكفه تطب. وانا شايف ان ده الكيل بمكيالين. موسيماني رسميا في الوحده الاماراتي. طبعا من يومين موسيماني اعلن ان هو ساب اهلي جده رسميا، فالنهارده رسميا موسيماني في الوحده الاماراتي بدايه من الموسم المقبل. بنتمنى له كل التوفيق. خالد الغندور يواصل تحقيق الارباح من مواقع التواصل الاجتماعي مع عدم قناعاته ونفاقه مع الذات ومع النفس، فيما يقول الاهلي يا جماعه بياكل عيش. كلنا عارفين ان النادي الاهلي نمبر 1 في قاره افريقيا مش في مصر. فخالد الغندور مقرر ان هو ياكل عيش على حساب النادي الاهلي في محاربته للنادي الاهلي، وبيقول اي كلام في اي كلام علشان يحقق نسب المشاهده العاليه وياكل عيش. كله عايز يطلع ترند على قفا النادي الاهلي. خالد الغندور كل يوم بكلام شكل. خالد الغندور بيتكلم قبل كده على الاهلي بنسبه 90% من حواراته، 10% على نادي الزمالك. خالد الغندور ما بيفكرش غير في تحقيق الارباح والترند من وراء الكلام على النادي الاهلي ومحاربه النادي الاهلي. كابتن رضا عبد العال، اسمع مني وخد وتكيف. يا كابتن رضا الكلام ده ما بيتقالش في التلفزيون. الكلام ده ممكن تقوله وانت سايق توك توك. كابتن رضا امبارح بيقول لك اسمع مني وخد وتكيف.
كولر بينام على الخط، ده بيغير في الدقيقه 70. كولر صاحب الاربع بطولات في 6 7 شهور بينام على الخط وبيغير في الدقيقه 70. على فكره كولر مصنف من الاتحاد الدولي من قبل ما يجي النادي الاهلي، مش عشان خاطر هو موجود في النادي الاهلي بس ده مدير فني. الاهلي ما بيجيبش اي مدير فني وخلاص، ما بيجيبش واحد ماشي في الشارع. حتى لما جبنا موسيماني كان حاصل على بطولة دوري ابطال افريقيا، والاهلي جابه علشان كنا في احتياج شديد لمدير فني يعرف افريقيا جيدا. فانت يا كابتن رضا اسمع مني وخد واتكيف. انت مع كابتن خالد الغندور ماشي على الخط، كله بياكل عيش على حساب النادي الاهلي. بيرسي تاو يواصل تألقه ويفوز المنتخب الجنوب افريقي على منتخب المغرب رابع العالم، ويحرز بيرسي تاو هدف في هذه المباراة. بيرسي تاو لعيب كبير جدا. كابتن احمد حسام ميدو قال لك اي جناح ناشئ هيطلع في النادي الاهلي هيكون احسن من بيرسي تاو. بيرسي تاو حاليا احسن ظهير في الجبهه اليمنى وجناح ايمن في قاره افريقيا. عشان تبقى في دماغك حاجه زي كده يا عالمي. في بعض الانباء قالت ان كولر عاوز سعد سمير يرجع مره اخرى وكريم نيدفيد. احنا قلنا من شويه ان فيوتشر عاوز يفعل، عايز يشتري عقد نيدفيد في اعاره لفيوتشر. في وجهه نظر المتواضعه سعد سمير مش في دماغ كولر ولا اسلوب لعب كولر محتاج سعد سمير. سعد سمير اهلاوي 100% مع كامل الاحترام ليه، ابن من ابناء النادي الاهلي ولعيب محترم جدا، وكل الاهلاويه وكل المصريين بيحبوا سعد سمير. لكن من رؤيتنا لطريقه لعب كولر عاوز المدافعين اللي بيعرفوا يطلعوا الكوره. كولر عايز المدافع يقف على الكوره ويبص بعينيه، مش عاوز العافيه اكتر منها حريف كوره. اوسوريو يبحث عن اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، لان هو في احتياج ليهم في تواجدهم في منتصف الملعب. الاماره على كلامنا ان هو بيلاعب فتوح في منتصف الملعب. هو ليه فكر معين وليه دماغ معينه وليه فكره، وانا شايف ان هي من ضمن الافكار الناجحه ان انت يكون عندك لاعب في منتصف او 2 لاعبين في منتصف الملعب يكونوا بيلعبوا بالقدم اليسرى، علشان ما تفكرش كتير او تعدل لو انت عاوز تلعب الكرة من مرة واحدة. هو تفكير. هو كان بيحلل على فكرة في كأس العالم اللي فات وقال انا من انصار تواجد اللاعبين في منتصف الملعب سواء نمرة 6 او 8 او حتى 10 ان هم يكونوا بيلعبوا بالقدم اليسرى. فاوسوريو يبحث عن اللاعبين ذات القدم اليسرى في منتصف الملعب. مرتضى منصور قال لو جمهور الاهلي غنى سطلانه في مباراه الزمالك القادمه هنسحب. يا ريت يا كابتن ما ترجعش في كلامك يا سياده المستشار، ما ترجعش في كلامك. وقال كمان ان مش محمد عبد المنعم هو اللي احرز هدف تعادل الاهلي امام الوداد. طبعا عارفين يا كابتن يا سياده المستشار ان الجن هو اللي احرز الهدف، فكلنا مع الجن وكلنا بنشجع الجن في مساندته للنادي الاهلي. بتمنى من ربنا ان الحلقه تكون عجبتكم، بتمنى دعمكم ليا اخوكم ميدو، لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. استنوا مني كل جديد. السلام عليكم.